كارثة خونا حامد اللي تم الاعتداء عليه البارح، ضربوه الامن البارح والناس كلها شافت، فهمني؟ دونك فوالا نجموا ناخذوا اليوم. انت كنت في المحكمه اخويا، تنجم تعطينا شنو اللي صار بالضبط و اسكو سمعك يعني وكيل الجمهوريه، وشنو هي القضيه اللي اصبحت ضدك يعني؟ حاليا اللي صار استدعتني حقوق الانسان. اي استدعوني وبعثوا ديجا بعثوا شكاية مع وزارة الداخلية. اي وتم استدعائي من وكيل الجمهورية محكمة تونس 2. اي وحكيت معناها معاه كل شيء. وحكيت له معناها الحكاية كله كل شيء. حاليا معناها باش نكمل المدة لوكيل الجمهورية، بقيت الأدلة اللي عندي باش نجيب له الأدلة الكل. وباش نحل فيها تحقيق ان شاء الله. باهي خويا، انت توا البارح الفيديو شافوه الشعب التونسي الكل يعني، وتعاطفت معاك الناس الكل بصراحه، وكميه العنف واللي شفناه البارح برجوليه شوكون يعني. بالحق وصف لنا شنو اللي صار. نعرف اللي انت توا مرهق ومشوكي فهمني، اما بالحق وصف لنا شنو حسيت البارح وانت تاكل في الضرب في حجر امك يعني، فهمني؟ امك مريضه. حاجه ما تتصدقش بالحق. تحس اللي انت كونك ماكش في تونس، تحس اللي انت وحدك في الحياه هذه. حاجة وجيعة من داخل، مش معناها حاجة فهمتني، حاجة قوية وما تنجم باللي باش نحكي لك ما تنجمش معناها تتوقعها. كون العباد الكل تعتدي عليك بالعنف خص امك، حاجة ما نجمش. انت هزيت امك البارحة مريضة وماشي انك باش كيما نقولوا باش تهزها للطبيب هكا ولا يا خويا؟ فجأة فما شكون دوبلت عليه هكا الحديث، ما هو دوبلت عليه لقيته فوالا، لقيته يعني فوالا زميل كما نقولوا احنا، عاون امن، ما راه الا وقف وحرش فيك الزملاء نتاعو، واللي صار اللي شفناه في الفيديو. الكل هذا ضربتك؟ الكل، حتى اللي ما مسش ديجا معناها ما فما معناها كما نقولوا ما فماش حتى انسان حب التسامح معايا. كلها معناها حتى اللي ما ماتش جاي بعيد يحب يجبد، يحب يمد يده، فهمتني؟ ضربوك بقوة؟ بقوة معناها كلها معناها كنت تحفظ الحمد لله كوني ما معناها ما مشي. عينيك اليمين هاي زرقاء، الزوز منفوخين، الزوز هما الزوز منفوخين وعندي بلاصي كل بنك زاده من داخل مضروبة. ان شاء الله ناخذ حقي والحمد لله وان شاء الله معناها. شنو هي ميساجك للرأي العام؟ توا الرأي العام يستنوا في ريزلتا. اسكو وزير الداخلية توا اليوم مطالب انه باش يخرج يعتذروا كوزارة الداخلية للرأي العام؟ هذا انت مواطن خويا اعزل، مواطن تنتمي للوطن هذايا، من حقك انك يطلبوا منك سماح ويعتذروا لك. هل فما مسؤول من وزارة الداخلية يعتذر لك على الشيء اللي صار لك البارح؟ حاليا لا، حاليا قابلت كان وكيل جمهورية. وكيل جمهورية سمعك اليوم على اساس شنو؟ على اساس انك على اساس متضرر. على اساس متضرر، ولكن سمعنا انه ولت عندك قضايا اخرين. انت قضايا اللي انا حامل سلاح ابيض وتهديد. يعني انت هبطت بهاز امك للطبيب، جبت سلاح ابيض وهددت، فهمني؟ وهل هذا موجود صحيح الموضوع؟ مش موجود، وكان فما ادله انا مستعد نتنازل على كل شيء. واتهامي بالزتله. اي زتله يعني ماشي تهز في امك، هز زتله. كان عندي انا مثلا تحليلي يطلع به حاجه انا مستعد نتنازل على كل شيء. يعني تنفي انت الشيء هذا؟ يعطيك الصح. وكان هما عندهم دليل كوني انا ظالمهم لعوان الامن، ومانيش نحكي على العوان بصفه عامه، نحكي على الاشخاص كاشخاص اللي اعتدوا علي. نحكي على اشخاص وامثالهم اللي كيف هكاك. كان انا معناها الظالم فيهم واحد مستعد. هما عوان امن، ما همش ناس عاديين يعني، عوان امن. ما نحبش انا من بعد يدخل كلام بعضه. لا ما يدخلش، ما كل شيء على المكشوف خويا، كل شيء مصور. الحاكم تسب في الاشخاص. ماكش تسب يا ودي، ماكش تسب. انت انسان معتدي عليك، تم الاعتداء عليك باش تصرح. اللي ضربوك عوان امن، هما استعملوا القوه نتاعهم ضد مواطن اعزل، مواطن عادي. عوان امن بي انا معناها على معناها شكايتي ديما تبقى مش على الاشخاص، وديما ضد الظلم، على الظلم نتكلم على الظلم باش ما عادش تتعاود. مطالبك خويا انت توا شنو مطالبك؟ الراي العام توا يسمع فيك، شنو مطالبك انت توا؟ ان شاء الله ياخذوا لي حقك فيه مثلا كيفاش باش ياخذوا لي حقي من العوان هذوك مثلا؟ شنو هي تتصور؟ حقه ياخذوا عقابهم اللي يستاهلوه. يعني طالب اشد عقوبه؟ اشد عقوبه. ولا علاش هما ديجا معناها هما يتسموا ديجا عاقبوني اشد عقوبه في هذيك. ماذا بيك كان معناها يوصلوا لي صوتي ويتعاقبوا كما انا معناها عملوا معايا بالضبط.
بون خويا الناس كلها تفاعلت معاك، الناس كلها بالحق الكل الشعب التونسي الكل البارح بالفيسبوك الكل الحمد لله. اليوم عندنا شبكه التواصل الاجتماعي ولا لا قدر الله كما كنا قبل الثوره ولا فهمني الاربع قنوات اللي يعدوا فيهم كيفاش كنت راك تمشي في المهموته، راك تمشي في خبري كان وتتعدى لك محضر واثنين وثلاثه وما يسمع بك حد. يعني اليوم الحمد لله فما شبكه التواصل الاجتماعي نجموا نسمعوا بعضنا وتنجم توصل صوتك خويا فهمني. كلهم سالوا عليا، العباد الكل طلبت، محامين متطوعين طلبوا، اللي تحسوا الحاجه حتى اللي ما عنده شيء يعاون بالكلام ويسال، حتى اللي ما عنده شيء الحمد لله. لو يطلبوا منك سماح سامحهم؟ سماح لا. علاش؟ مستحيل، على امي ما نسامح حد. سبوا لك امك هما؟ سبوا لي امي واعتدوا على امي بالمسيد بالغاز. يعني الغاز لا قدر الله كان ينجم محاولة قتل هذاك. كانت امي تموت، كانت تنجم لانه بلاصه مسكره. عندها ضيق نفس امي، كانت تموت في اي لحظه تموت. لطف عليها، لطف ربي يفضلها لك. كان ماتت ما يعاودها لي حد. لطف عليها. معناها لا تسامح فهمتني. لطف عليها لطف. امك لاباس توا؟ امي حاليا الحمد لله ماشيه تتحسن. ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس. اما انا هما بالذات والحكايه ذي ما نحبش نسامح فيها. باهي نحن توا انت توا